ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد. معاكم انا ندى من قناه دودو تشانل. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا جدا وبطريقه سهله، وهنقدمها بطريقه حلوه قوي قوي النهارده زي المحلات. هنوريكم دلوقتي هنقدمها ازاي وعباره عن ايه. اولا انا معايا شاورما لحمه. بصوا، هو ما انا مش عارفه هو كام قد ايه بالظبط، بس هو تقريبا حوالي نص كيلو، لاني انا كنت جايبه لحمه وانا قطعت منها شويه، فانا مش عارفه الصراحه هو المقدار قد ايه، بس هنقول حوالي نص كيلو يعني. قطعناه شرايح زي ما انتم شفتوا رفيعه كده في اول الفيديو زي ما وريتها لكم. على قد ما تقدروا خلوها رفيعه عشان ما تاخدش وقت في السوا. تمام. بس تبلتها بقى، بحط معلقه خل، بحط معلقتين زيت، بحط خلطه شاورما بجيبها جاهزه. خلطه الشاورما دي 7 بهارات، ما فيش يبقى فلفل اسود وملح كمون شطه بس. صراحة شاورما اللحمة انا ما بحطش فيها زبادي، ما مش بحب طعم الزبادي في شاورما اللحمة، او ما حبيتهاش صراحة. تمام. وبسيبها بقى تتبل جنبي كده شوية، وببتدي بقى احضر الخضار بتاعي اللي احنا هنستخدمه. طبعا انتي بتحط لها بصل شرايح، بتحط لها فلفل اخضر، بتحط لها فلفل الوان. كل ده بنحط. بحط لها بصل وطماطم في شرايح، فلفل الوان، فلفل اخضر زي ما قلت لكم. تمام. هنا جبت البصل، احنا طبعا زي ما قلت لكم ده نص كيلو، فاحنا برضو بنجيب له حوالي نص كيلو بصله او اقل شويه يعني. مش عارفه هما الاتنين دول قد ايه، بس هما ما كانوش 2 كبار، هما كانوا 2 وسط. تمام. بس بقطعهم بقى شرايح زي ما قطعنا بالظبط اللحمه، يعني مش هنخليها شرايحه عريضه، بنخليها شرايحه رفيعه على قد ما تقدري طبعا. تمام. وهقول لكم واحنا بنعملها، في ناس بتحب الحاجات دي تبقى مش مستويه قوي، وفي ناس ما بتاكلهاش نية. يعني انا من الناس اللي مش بحب طعم الخضار ني. في ناس بتحب طعمه كده، يعني ما بتحبوش يدبل، بتحبه صاحي كده وصابح في قلب الاكل. طبعا دي اذواق في الاكل. تمام. بس احنا هنا قطعنا البصل بتاعنا. البصل وانتي بتقطعيه كده اسهل بكتير قوي من قطعيه على بورد او على اي على رخامه او اي حاجه بصراحه. على الايد بيبقى اسهل بكتير قوي، جربوها هتبقى بالنسبه لكم اسهل كتير الصراحه. انا جربت ده وجربت ده، بس ده بالنسبه لي كان اسهل حاجه. بس بنقطع الفلفل نفس الكلام شرايح برضو. بس هنا بقى قطعنا البصل وخلص، وبنقطع الفلفل طبعا كل ده وانتي متبله اللحمه. طبعا اللحمه كل ما بتقعد متبله او كل ما بتشرب تتبيله بتدخل في الانسجه اكتر بتاعتها، فبتبقى الطعم ظاهر فيها اكتر. بلس انها بتساعدك انها بتستوي اسرع، انا حسيت كده مش عارفه بقى. تمام. آم، هنا بقول لكم اللي مشتركش في القناه يا جماعه طبعا يشترك، وتحطوا لي لايك على المجهود اللي انا بعمله ده. تمام. بس هنا بقى هنروح على النار. هنعمل ايه؟ هنجيب طاسه، صينيه، حله، جريل، اي حاجه انتي متاح انك تعملي فيها او هتعملي فيها. تمام. بتحطيها على النار وتسيبيها لحد ما تسخن. انا حتى لو شفتوني هتلاحظوا ان انا جربتها مرتين بشوفها سخنت ولا لا. دي توتي بتكح. بس هنا طبعا حطيت بقى الشاورما بتاعتي كلها وبدأت افردها في الطاسه بتاعتي كلها، عشان تاخد سخونيه مره واحده، يعني ما تبقاش حته بتسخن وحته لا. بس طبعا هي الكميه اكبر من الطاسه، فهتلاقوا شويه وشويه برضو. تمام. هنا طبعا النار بتاعتك لازم تبقى عاليه، ما ينفعش انتي تحطي حاجه زي كده تحطي النار واطيه، لان طبعا واطي مع الشاورما ومع اللحوم هتخليها تنزل ميتها مره واحده، ومش هتخليها تتشوح، واحنا عايزينها تتشوح. بتتشوح دي يعني لونها هيتغير، واللحمه من الحاجات اللي بتلاحظ ان لونها اتغير بسرعه، زي ما هنشوف بدأ لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده. ثواني. بعتذر لكم يا جماعه عن صوت عز كنت بسكته. بس هنا بقى طبعا بقى شايفين زي ما شفتوا كده ابتدت لونها يتغير بسرعه. اللحمه من الحاجات اللي بيبان عليها اول ما لونها بتتغير كده، بتبقى اتشوحت اول ما لونها بيتغير. تمام. بتفضلي بقى تقلبي عشان تجيبي الحاجات اللي لونها ما اتغيرش عشان لونها يتغير. طبعا كل ده احنا حاطين التوابل بتاعتنا كلها بتاعه اللحمه، لكن لما تحطي خضار هنزود. تقريبا انا ما زودتش حاجه غير الملح بس، كانت طالعه مظبوطه جدا. طبعا هنا سبتها لحد ما هي نزلت شويه ميه وخلاص اتخدتهم واستوت فيهم، وبعد كده رحت نازله بالخضار بتاعنا.
الخضار ده بقى اللي هو كان بصل والفلفل اللي احنا قطعناه، وهنجيب كمان احنا الصراحة ما كانش عندي ساعتها فلفل الوان طازة، فجبت فلفل الوان زي ما قلت لكم قبل كده. انا بفرزه بحطه في الفريزر جاهز وبطلعه على الطاسة على طول او على استخدامي على طول، فكنت مفرزة فطلعت على طول على الطاسة بس. بس كده. وبعد كده هنبتدي بقى بعد ما حطينا الفلفل الالوان احنا جبناه من الفريزر على الطاسة على طول، بحطه كده يعني تمام. بس بحط بقى وببتدي اشوحه برده تاني. هنا بقى قلت لك زي ما قلت لكم انا كنت محدقه اللحمه، فدلوقتي بحدق الخضار، يعني زودت الملح دي زودته عشان الخضار بس عشان ما يبقاش الخضار بتاعي مايه. وهنا طبعا زي ما قلت لكم احنا هنقدمها بطريقه مختلفه، مش هنقدمها الصراحه بقى ولا جنب رز بسمتي ولا الكلام ده، هنقدمها المره دي جنب طحينه وسندوتشات يعني، بس هتشوفوا الطريقه تمام. هنا بصراحة كان عندي الطحينة دي يعني ما كانش عندي الطحينة اللي احنا بنعملها دي، فكان عندي كيسين طحينة قلت يلا نعملهم. كانوا طعمهم حلو قوي الصراحة يا جماعة، الطحينة طعمها حلو يعني، عجبتني النوع ده من الطحينة عجبني. بس هنا بفضي الاكياس طبعا. ده توتي كانت مش عارفة جايبة لي بسكوت وبتقولي انتي بتحبيه، قلت لها افرح تحطهولي يعني عشان هو ظهر مرة واحدة في الكاميرا تمام. بس هنا طبعا بقى فضيت الطحينه، طبعا ما رضيتش افضيها كلها لان انا ما كانش عندي غير الكميه دي، فطبعا انا ما بحبهاش خفيفه، فخفت تطلع خفيفه فقلت مش هزودها كلها يعني، هسيب حته بحيث ان هي لو خفت مني شويه اعرف اتقلها تاني. هنا بقى طبعا حطيت انا يعني عاده هي ماما بتعملها كده وانا بحب اعملها زيها يعني. بتحطي ميه سخنه، وساعات ببقى مستعجله الصراحه ومفيش ميه سخنه فبحط ميه عاديه من الحنفيه، بس هي الميه السخنه بالنسبه لها بتبقى افضل كتير. حطيت بقى ميه، كنت بغلي الكاتل كده كده، فحطيت ميه سخنه. بعتذر عن الكحه بتاعت توتي، يعني عندها كحه بقالها فتره هي واخوها، ادعوا لهم يا جماعه ربنا يشفيهم. بس هنا طبعا بقى حسيتها مظبوطه عادي فقلت ازود الباقي، يعني ان هو كده كده مش هينفع يتحط في التلاجة لانه هينشف. لو اتساب كده يعني ان هو مش في بطرمان ولا حاجه فطبعا هينشف. انا بحط على الطحين يا جماعه خل وليمون، ملح، شطه وفلفل اسود، ما بحطش كمون، وبالذات لو الكمون اللي عندي كمون ساده، لان الكمون الساده ده بحسه مر قوي، فالصراحه ما بحبش احطه على الاكل يعني، او ما بحبش احطه على الطحينه لان الطحينه من الحاجات اللي باكلها دايركت كده فطعم التوابل بتبان في بقك قوي، فانا بالنسبه لي يعني بحب الحاجات اللاذعه اكتر، فبحط بقى ليمون، خل، الحاجات اللي زي دي. بس هنا طبعا خلصت بقى الطحينه، وطبعا عشان هي معموله بميه سخنه لازم ادخلها التلاجة. وهنا طبعا كان عندك اي ربطة خضرة بقى يعني بقدونس، كزبرة، مش عارفة ما جربتش احط الشبت بس عادي يعني شغال اكيد مش هيقولك لا، بس بقدونس بيبقى الطف حاجة. والكزبرة كانت جميلة يا جماعة على فكرة، دي كزبرة مش بقدونس. بس هنا حطيتها، كنت هنا طفيت النار اصلا تمام. ما تحطيش الخضرة غير لما تكوني طفيتي على اللحمة بتاعتك او الشاورما عشان الخضرة تفضل زي ما انتوا شايفينها في الطبق كده لونها باين وظاهر ومخضرة والكلام ده. بس هنا بقى طبعا يعني احنا بناكلها بره كده بالطريقة دي من عند محل معروف يعني اكيد كلكم عارفينه. حلوة قوي قوي يا جماعة الصراحة. فانا قلت ايه، بما ان الجو كان متأخر ومش نازلين ومش هنخرج وكان نفسي رايحة لها جدا فقلنا نعملها في البيت. بصوا بقى انا الصراحة بحبها في البيت جدا جدا جدا. بحط بقى في الكايزر شاورما وبقوم حاطه عليه سلطة الطحينة في الساندوتش وبس. معلش بعتذر لكم عن الاصوات اللي بتسمعوها، بس يعني هم ايه النهارده موجودين ومنتشرين في المكان. بس هنا بقى بحط ال الشاورما وبقوم حاطه عليها سلطه الطحينه. طبعا الكلام ده لو انتي هتاكلي دلوقتي، يعني لازم تبقي هتاكلي الساندوتش يعني ما يتشالش. هنا بالنسبه لي انا بحب الخضره قوي، او طعم الخضره بالنسبه لي لطيف يعني بحبه، فزودت طبعا. انا جوزي ما بيحبهاش خالص فعشان كده ما كترتش فيها، حتى وانا بحطها على البوتاجاز ما زودتهاش قوي. بس وهنا كان هو يعني جايب كايزر على فينو فقلت اعمل الاتنين يعني. بس هنا بقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.